أخي المزارع. أصدرت وزارة الزراعة نشرة فنية بأهم التوصيات لمزارعي قصب السكر. وأصدر قطاع الإرشاد الزراعي نشرة فنية بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر مايو الجاري. ووفقا للتوصيات فإنه بالنسبة للغرس الخريفي يتم التخلص من بقايا المحاصيل المحملة فج القصب، الترديم وإضافة الدفعة الأخيرة للسماد الآزوتي، إطلاق طفيل تريكوجراما لمكافحة دودة القصب الصغيرة. وبالنسبة للخلف يتم الاستمرار في خدمة محاصيل الخلف. في هذا التوقيت تكون فترة النمو السريع للقصب، ولذا يجب إحكام الري وانتهاء عملية التسميد، ويتوجب إطلاق طفيل الترايكوجرام. وبالنسبة للغرس الربيعي يتم إعطاء الدفعة الثانية من الأزوت للقصب المنزرع في مصر الوسطى وبعض المساحات المتأخرة في مصر العليا. يتوجب انتظام الري وإحكام الري مع تقصير فتراته وأيامه من 7 إلى 10 أيام. يتوجب استمرار التمشيط لمرض التفحم الصوتي والتخلص من الجذور المصابة وإزالة الحقول، وكذلك التي تزيد فيها نسبة الإصابة عن 5%، ومكافحة الثاقبات خاصة الدوارة.